تحت شعار الأهلي في اليابان. في عام 2005 النادي الأهلي أول نادي مصري يصعد لكأس العالم للأندية. النادي الأهلي صعد للبطولة عن طريق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وده بعد الفوز على النجم الساحلي في نهائي البطولة. في أول مباريات البطولة العالمية النادي الأهلي بيصطدم بالعملاق الآسيوي وهو نادي الاتحاد السعودي. المباراة اللي كان ناس كتير بتقول إنها في متناول النادي الأهلي، عشان الجميع يتفاجأ بخطأ من الحارس عصام الحضري ويستغل نادي الاتحاد في إحراز الهدف عشان النادي الأهلي يخسر أول لقاء في البطولة. عشان بعد كده النادي الأهلي يلاعب نادي سيدني الاسترالي على المركز الخامس والسادس، عشان النادي الأهلي يصدم كل جماهيره ونخسر المباراة دي كمان بنتيجة 2-1، عشان النادي الأهلي ينهي البطولة في المركز السادس ونفقد التمثيل المشرف في البطولة. ما تنسوش في الكومنتات تقولولي لو عجبكم الفيديو نفضل مكملين في السلسلة دي ولا لأ.